عناوين الأخبار: رئيس الوزراء يستقبل وفدا من رئيس زيمبابوي. وزير الخارجية المصري يقول إن المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي لن تضر بمصر. السلام عليكم مشاهدينا الإثيوبي، يقدمها إليكم فورك يوهانس. استقبل رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يوم أمس وفدا أرسله رئيس زيمبابوي أميرسون منانغاوا، وقدم الوفد الذي يرأسه السفير كوامي موزاوي كتاب الحقائق الإفريقية الذي كتب تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لتصحيح تاريخ إفريقيا على مدى 500 عام الماضية، وكجزء من مهمة أجندة 2063 إلى جانب المتحف الإفريقي. يهدف كتاب الحقائق إلى تقديم ثقافة وتاريخ وتراث إفريقيا إلى العالم، ومن خلال تقديم الكتاب الحقائق الإفريقية أعرب الوفد عن تقديره والاعتراف بدور إثيوبيا في حرية إفريقيا ودعمها المستمر للوحدة الأفريقية وفقا لمكتب رئيس الوزراء. أشاد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بالتقدم الذي أحرزته المؤسسة الفيدرالية للإسكان في معالجة النقص من المساكن الحضرية، وفي غضون 6 أشهر تم بناء 500 منزل في 16 مبنى على مساحة 3 هكتارات بتكلفة 3 مليار بر، وحسب ما قال رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر. وأضاف أن الحكومة ستواصل تطوير مثل هذه المرافق لتلبية احتياجات الإسكان الحضرية. المجلس الإثيوبي للمؤسسات الدينية يجري العمل لأداء أدعية لمدة 7 أيام. عقد المجلس الإثيوبي للمؤسسات الدينية برنامجا للصلاة والدعاء لمدة 7 أيام، وتم الإعلان رسميا عن البرامج المشتركة في المجلس الإثيوبي للمؤسسات الدينية، وستبث الأدعية والمحاضرات على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية العامة وخاصة لمدة 7 أيام متتالية. وحضر حفل الافتتاح الرئيس سهلة ورك زودي ومسؤولون آخرون، ومن بينهم زعماء دينيون. استقبل نائب رئيس الوزراء دمك مكونن ووزير الخارجية في مكتبه اليوم مورين أشانغ رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا والممثلة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وتناول الجانبان في مناقشتهما الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا في الحد من الهجرة غير الشرعية وتجاربها في تلبية احتياجات المواطنين العائدين. وأشاد دمك بالمنظمة الدولية للهجرة لشراكتها القوية مع إثيوبيا بشأن قضية الهجرة، ولا سيما التزامها بمساعدة المواطنين الإثيوبيين الذين تقطعت بهم السبل في إفريقيا والشرق الأوسط بسبب جائحة كوفيد-19. كما أطلع نائب رئيس الوزراء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في البلاد، وقال أنه بالنظر إلى الحالات المتزايدة للوباء العالمي فإن التعاون بين المؤسسات ذات الصلة وأصحاب المصلحة مثل المنظمة الدولية للهجرة لدعم حقوق واحتياجات المهاجرين أمر بالغ الأهمية. ومن جانبها قالت أشانغ إن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الإثيوبية والسلطات المعنية في تلبية احتياجات المهاجرين الإثيوبيين، لا سيما في سياق التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في إحاطة أدلى بها إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الأفريقية أمس الجمعة إن المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة الأثيوبي لن تضر بمصر. وأكد وزير الخارجية بأنه لن تكون هناك فيضانات من شأنها أن تضر بمصر بعد الملء الثاني. وبحسب موقع The National News قال الوزير شكري إن السد لن يؤثر على مصر وأن الاستعدادات جارية للحد من وقوع أي مشاكل. وقال مؤكدا على كلامه أنني أقدم هذا التفسير بناء على دراسات فنية أجراها خبراء، مضيفا أن السد لن يكون له أي تأثير على مصر، حيث من المتوقع أن تتزايد الأمطار والفيضانات في الشتاء المقبل. وأضاف بأن الفيضانات ستوفر مياه إضافية لملء سد أسوان. ومن الجدير بالذكر أن إثيوبيا حرصت مرارا وتكرارا بأن السد أو الملء الثاني لن يضر بمصر أو السودان. قامت وزارة الدفاع الفيدرالية بترقية 64 ضابطا من أفراد قوات الدفاع الوطني الذي أحرزوا تفوقا في مهماتهم. وحضر حفل توزيع الجوائز إسر الفائزين وكبار القادة. وقال اللواء محمد تسمى إن العمل الإصلاحي الذي بدأته قوات الدفاع الوطني بدأت تسجل نتائج ممتازة. وشكر جنرال باشا دبلي منسق قطاع بناء قوات الدفاع الوطني الحائزين على الترقية والرتب على إنجازاتهم البارزة، وحثهم على مواصلة مسؤولياتهم. ناقش سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان نبيل مهدي يوم أمس القضايا الثنائية والإقليمية مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك ماشار. وقال أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تقوم على أساس متين، إلا أنه ينبغي تعزيزها من خلال ربط البلدين عن طرق البنية التحتية للطاقة. كما أطلع السفير النائب الأول لرئيس على المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي وقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان والوضع الحالي في إقليم تيغراي. ومن جانبه قال الدكتور رياك ماشار أنه من المهم ربط الطاقة المتجددة في إثيوبيا وموارد النفط الهائلة في جنوب السودان لتحقيق أداء اقتصادي أفضل. كما أعرب عن أمله في أن يتم حل الوضع في إقليم تيغراي بشكل كامل قريبا، وأن يكون هناك استقرار دائم في إثيوبيا. وأضاف أن هناك حل فني تقني للخلاف حول سد النهضة، ويجب البحث عن حلول بديلة بدلا من تسييس القضية، وأن الخلافات الحدودية بين إثيوبيا والسودان غير متوقعة ومأساوية ويجب حلها من خلال الحوار. وشدد الدكتور رياك ماشار في إحاطة للسفير بشأن عملية السلام في جنوب السودان على ضرورة الإسراع في تنفيذها بالالتزام القوي. وأعرب عن أمله في أن يواصل جميع الأطراف الموقعة بمن فيهم هو ومختلف أصحاب المصلحة والمجتمع الدولي تعزيز دعم نجاح السلام والمجتمع الدولي تعزيز دعم نجاح عملية السلام. ومن جانبه أكد السفير نبيل على أن إثيوبيا ستواصل دعم تنفيذ اتفاق السلام بحسب الوزارة الخارجية. أنا أثيوبية وأنا متشوقة لأرى سد النهضة. أنا إفريقي وأنا أؤمن بالتضامن في استخدام الموارد المشتركة. والنقطة الثانية أنا بنستخدم الكهرباء في الموارد الكهربائية لمحاربة الفقر والتخلف، وهذا هو هدفنا ليس أكثر من هذا. وأرجو أن تفهمونا جيدا، نحن لا نريد الضرر للآخرين وإنما نريد التعاون معكم. شهد العالم الكثير من السدود، وسد النهضة سد مثل غيره. كل ما ينطبق على تلك السدود ينطبق على سد النهضة أيضا.
النيل ثقافة مغروزة فينا في شتى النواحي. النيل هوية عرف الكثير كأبنائه. النيل حياة يعيش الكثير حولها. سد النهضة هو حق تاريخي مكتسب بنيناه بجهودنا وبإرادتنا بعد توفيق الله عز وجل، فلنحافظ على هذه الرسالة لنوضح للعالم بأن سد النهضة مصدر سلام وتعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في جمهورية مصر العربية. إن بناء السدود في الأراضي المرتفعة بدلاً من السدود المبنية في المناطق الصحراوية سيقلل من خطر التبخر. سد النهضة سيكون مداراً لتصدير الطاقة المتجددة والنقية لأثيوبيا والدول الأفريقية بأسعار معقولة. لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل أن يعيش جل شعبنا في ظلام دامس، في فقر مدقع. أن سد النهضة سد تنموي وسد إيجابي لكل مناطق دول حوض النيل الشرقي، ونقول مبروك للسودان، مبروك لأثيوبيا، ومبروك أيضا للشعب المصري الذي لن يتضرر من هذا السد. يجب أن يكون النيل مصدر للوحدة، دافعا للتطور، وساحة للسلام. إذن ماذا ننتظر؟ يدا بيد من ننتفع بهبة الله الثمينة بعلم وعقلانية. مشاهدينا الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي. تم تأسيس مجلس للدبلوماسية العامة بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة برتكان أيانو. وقالت وزيرة الدولة إن إنشاء المجلس مهم للعمل بطريقة منظمة للحد من انتشار المعلومات الكاذبة وحماية المصالح الوطنية. وأعربت الوزيرة بفخرها بالإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية في الولايات المتحدة بالامتنان لهم من دعمهم للحماية والوقاية من كوفيد-19 وسد النهضة والضغط الغير مبرر على بلادنا. ومن جانبها شكرت المديرة العامة لوكالة المغتربين الإثيوبية سلاماويت داويت الولايات المتحدة على دعمها الشامل. وقالت السفيرة فزوما رجا إن السفارة ستواصل العمل مع الأعضاء في واشنطن ومجلس الدبلوماسية العامة. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من السفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة، يتألف مجلس الدبلوماسية العامة في واشنطن العاصمة من الإثيوبيين ومن المغتربين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند. وخلال الافتتاح تم جمع 54,000 دولارا لبناء سد النهضة، كما تعهدت وسائل الإعلام بجمع 50,000 دولار. خصصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مبلغا إضافيا قدره 20 مليون دولارا من خلال شراكة مع معهد الصحة العامة الإثيوبي ومكاتب الصحة الإقليمية والشركاء الرئيسيين الآخرين. ويتم تمويل هذا الدعم من خلال قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا الذي نشر في 27 من مارس عام 2020 وفقا للبيان الصحفي صادر من السفارة الأمريكية في أديس أبابا. وقدم مركز السيطرة على الأمراض أيضا الدعم لبرامج التحصين والمواطنين والإقليميين لضمان استمرارية التطعيمات الروتينية وتوسيع الوصول إلى لقاح كوفيد-19. وسيعزز هذا المشروع شبكة مراكز عمليات الطوارئ ويدعم مراقبة الأمراض وأنظمة المختبرات والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي الحاد والخيم وبرامج التدريب الميداني في علم الأوبئة. كما سيتم استخدام الدعم الذي تعزز البنية التحتية للصحة العامة بما يتماشى مع استراتيجية خطة التأهب والاستجابة الإثيوبية وتعزيز قدرات إثيوبيا في مراقبة الأمراض والتشخيص المختبري وتعزيز القدرة على الاستجابة للطوارئ.
تبرعت الولايات المتحدة ب 1500 خيام بلاستيكية للملاجئ في إقليم تيغراي، وقدمت الولايات المتحدة 1500 عبوة و1500 خيام بلاستيكية شديدة التحمل للملاجئ في إقليم تيغراي. وسلمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إثيوبيا السفيرة جيتا باثي المواد إلى اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث. ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم توزيع المواد والإمدادات على الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الإقليم. جينا بمليون سلام، إثيوبيا والسودان أخوان، نقولها بالصوت العالي: لا للاحتراب، لا للخراب، نعم للوئام، نعم للسلام، لا للدمار، نعم للإعمار، لا للسلاح، نعم للإصلاح. هذه رسالة سلام من شعب محب للسلام، من شعب وحدته الجغرافيا وروح الأخوة حتى دخل التاريخ من أوسع أبوابه. بسلام، بأمان، بود. سلام، أمان، ود. نفس هذه الكلمات تفهم في أثيوبيا، ونفس هذه الكلمات تفهم في السودان. السلام والأمان والود، نضيف عليها المحبة، نضيف عليها الاحترام، نضيف عليها التعاون. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه العلاقة بين السودان وأثيوبيا. هاتين دولتين جارتين شقيقتين صديقتين، روابط ومشتركات أكثر كثير جدا مما يربط ويشترك فيه كثير من الدول غيره. لا يمكننا أن نجني السلام بالحرب. السلام هو الخط الوحيد والحقيقي للرقي البشري. الحوار العقلاني هو السبيل السليم لحل الخلافات، لا بالنزاع والحرب. نعم للسلام، نعم للسلام، ومليون لا للحرب، مليون لا للعنصرية، مليون لا للبندقية، مليون لا للتفرقة. فندعو للوحدة والتكامل والإخاء والمحبة من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. فلا للحرب بين شعبين يقطنان في بلد واحد. سعى المستعمر لرسم جغرافيا تفرقنا، بيد أنه ذهب في مهب الريح بسبب صمودنا، مظهرا أن قوتنا تكمن في وحدتنا. لا لنزع الطفولة براءتها وسلب الطفل من حضن أمه، لا لتيتيم الأطفال، لا للتشرد والنزوح بعيدا عن الوطن. وندعو جميع مؤسساتنا وسياسييننا أن يكونوا رعاة للسلام وحافظين للسلام وممثلين للسلام. لا للحرب، فأنا تربيت تحت أرض إثيوبية سودانية. لا لصوت المدفع والبندقيات، نعم لصوت العقل والسلام. جينا بمليون سلام، إثيوبيا والسودان. بدأ إنشاء مصنع كرمك للذهب رسميا في إقليم بني شانغول جموز، وتم إطلاق بناء المصنع بشكل مشترك من قبل وزير المعادن والبترول المهندس تاكالا أوما ورئيس أركان إقليم بني شانغول جموز الإقليمي أشادلي حسن. ووفقا لوزارة المناجم والبترول سينتج المصنع 7500 كيلوغرام من الذهب سنويا، ومن المتوقع أن يتم بناء المشروع بتكلفة تبلغ قدرها 355 مليون دولار. وتشير البحوث والمبحوثات الجيولوجية أن هناك مستوى مرتفع من إنتاج الذهب في إقليم الذي سيتم تنفيذ المشروع فيه. وبحسب الوزارة سيتم الانتهاء من المصنع في غضون عام، وسيوفر المصنع أكثر من 750 فرصة عمل لكل عام ونصف. وسيؤدي إنتاج 7 أطنان من الذهب سنويا إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج الذهب وعائدات النقد الأجنبي. عاد 339 مواطنا من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن. وصرحت وزارة الخارجية الإثيوبية بأنه عاد 339 مواطنا إثيوبيا من المملكة العربية السعودية إلى البلاد. وكان في استقبال العائدين في مطار بولي الدولي ممثل الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإثيوبية. وبالمثل عاد 215 مواطنا من بيروت إلى البلاد.
مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. رئيس الوزراء يستقبل وفدا من رئيس زيمبابوي. وزير الخارجية المصري يقول إن المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي لن تضر بمصر. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفورك يوهانس، وإلى اللقاء.